السلام عليكم إخواني المغاربة والجزائريين أشقاؤنا وإخواننا. واحد الميساج للجزائريين. تا جزائري اللي كتجي تعايرني بحقد بكل كره، حنا المغاربة راه تنحبوكم يا أخي. راه الجزائر عزاز علينا، راه كتبانونا بحال شي خونا مسطي صغير، كنبغيو نردو لكم عقلكم. وكل هاد السخريه اللي كيديروها المغاربه، حيت دخلت لبعض اللايفات ديال الجزائريين وكنسيهم تيعايروا ويشتموا يعايروا لا ساس لا راس. ملي كتعاملوا بهذه الطريقه راه غير كتوسخوا السمعه ديالكم وغير كتزيدوا تغرقوا هذاك المستوى كيزيد يتنحط اكثر من هذاك الانحطاط اللي هو فيه. لذلك ما غنبقاش ندير فيديوهات على الجزائريين، وكنعتذر وكنطلب السماح الا ضريت شي جزائري اخ ديالنا، ولكن الفيديوهات اللي تنديرو حنا عندها واحد الهدف، باش بوريفيني لهاد ستوريا اللي نايضه بيناتنا. ما يبقاش هاد الكره. بغينا غير نعلموكم بان حنا ابناء المغرب، معلمونا كبرنا على حب الجزائر، ما كبرناش على الكراهيه وعلى الحقد تجاه الجزائر. ما نبغوش نشوفوكم طايحين، ولا نبغو نشوفوكم في الطابور، ولا نبغو نشوفوا الجزائر دوله فقيره. ما كرهناش من كل قلبنا نشوفوا واحد البلاد قويه صديقه، كنتبادلوا معها الاخوه، كنتبادلوا معها الاحترام، كنتبادلوا معها لي فالور، كنتبادلوا معها المبادئ. ولكن ملي كنشوفوكم كتسرقوا في التوراة ديالنا، وكتسرقوا في شي امور ديالنا كتبغوا تنسبوها ليكم، وان بلوس على هذا الشيء كتعايروا في المغاربه وكتسبوا، انا من طبيعه الحال ما تنعممش. ولا لاحظتوا في الفيديوهات ديالي كاملين كانوا فيديوهات تاديبيين وماشي كنجينيراليزي. ديما كان في الفيديوهات ديالي كنصف الاحرار، كنصف الراشدين، كنصف الناس الصالحين اللي في الجزائر. حيت اللي كيقول بان الجزائر ما فيهاش واحد الناس صالحين، ما فيهاش واحد الفئه صالحه اللي كتحب لاخيها ما تحب لنفسها، هذا غلط. وانا ما عمرني اتفقت مع هذا الاتجاه هذا. لذلك الفيديوهات ديال السخريه اللي كنديروها راه واحد الفيديوهات عندها واحد الهدف. وتا المغاربه اللي تيجيو تيديروا فيديوهات على الجزائر عندهم واحد الهدف، وهو اسالي هذا الشيء. اسالي هاد لا باتاليا اللي بديتوها، وهاد النزاع اللي بديتوه نتوما معانا. ملي كدوي مع جزائري يفكرك في 63 ويفكرك في 62 ويبدا يفكر فيك يدير هاد سميتو، وما تيبغيش يوصل يراجوني معاك بعقله، بالمنطق، بالعقل، بالتاريخ، بالدوكومنتي بريزنتي، بالوثائق، بالادله اللي كتدل بان احنا وقفنا معاكم، بان ساعدناكم، بان الشعب ديالنا مربي على الاحترام تجاهكم، ما مربيش على الكراهيه، وما مربيش على الشتم، وما مربيش على الحقد. حنا وناس، وكنتكلم باسم كاع المغاربه الاحرار، ناس صالحين تجاه الجزائر. لا يوجد حقد من عندنا حنايا. حنا ما عمرنا ما غادي نجيو ونسبوا العرض ديال المراه الجزائريه، ولا نسبوا الجزائريين، ولا نوضوا نقلوا لهم الاحترام. هذوك الفيديوهات اللي كتشوفوهم كاملين داروا عندهم واحد الهدف، عندهم واحد المغزى، وهي نفيقوا واحد لابارتي ديال الشعب، نقولوا لهم بان هذيك الصحراء راها مغربيه وفي بلادنا، وحنا سيادها وحنا فوقها. اما الاعلام ديالكم اللي كيقول لكم هذه العيون، هذه الداخله، هذه سماره، كيكذب عليكم، وهذا الشيء مبان ومتفرش. وملي انا كنقول بلاطوات ديال الجزائريين، راه ماشي باش نقلل من الشعب الجزائري ولا من الفئه الصالحه في الجزائر اللي هي قليله. باش نكون معكم واضح، انا كنقول في المعقول. قبلتوا هذه الهضره يا اخواني مرحبا، ما قبلتوهاش مرحبتين. ولكن حنا كنديروا في هذا الشيء من اجل واحد النتيجه اللي يسالي هذا النزاع، ويسالي هذه الخصومه، ويسالي هذا الحقد اللي نتوما مرات تربى فيكم. رجعوا يعني انت كجزائري جلس مع نفسك وراجع نفسك وشوف واش المغاربه كيضروك في شي حاجه ولا لا. العدو ديالك راه هو فرنسا اللي باقا مستعمرك لحد الان. وهذا الشيء كنقولوه من قلوبنا، ماشي باش نشفوا في الجزائريين، ماشي باش نوضوا نشتموا الجزائريين، ولا باش نقلوا من الجزائريين. ولكن ما تنوضوش نتوما تبقاو نتوما توركوا علينا تنوليو حنايا نجبدوا شي امور ما تنبغوش نجبدوها، وكنجبدوها كديفيزا بيرسونالي، كندافعوا على الشرف ديال بلادنا. فهمتوني ولا لا؟ نتمنى العاقل يفهم، نتمنى تكونوا يعني يكون حسن الظن في داك الشيء اللي تنقول. هذه كنقول للاخوان الجزائريين،
ونتمنى هذا الميساج يتبارطاج على اوسع نطاق باش يوصل اكثر عدد ممكن باش يوصلوا هذه الرساله. هذه واحد الفيديو اللي درته بكل حب تجاه الخير لا لبلادنا ولا لبلادكم، باش تفهموا بان هذوك الناس، هذاك الاعلام، هذاك النظام ديالكم، ما نقولكمش بان حنا بلادنا كله ورود. كاين عندنا مشاكل، كاين عندنا بزاف الامور، كاين حنا عندنا واحد الثقافه وعندنا واحد التقاليد وعندنا واحد العادات ديال ولي الامر ديالنا اللي هو الملك اللي تنحبوه. ملي تشتم المغربي انت ما باغيش تلقى حل، باغي تمشي تجاه حرب، باغي تمشي تجاه، وهذا الشيء ما عمره ما غادي يكون وما عندكش لي كاباسيتي ديالو. دابا انا كنهضر معاكم ماشي كنشتم، كنهضر باش نبين لك الواقع، كنبين الواقع حتى لذاك المغربي اللي تيقول خاوه الجزائري وما تينبهوش. يعني حنا خوت ولكن كتنبه هاد السيده، حنا كاين واحد النزاع اللي نتوما طرف فيه اساسي ومبني على تقسيم بلادنا. يعني هادشي خاصو يحبس، حبسوا هادشي. حنا خوت، جيران، مسلمين، سمونا كيف بغيتوا، ولكن عندنا حنا واحد الهويه، عندنا واحد التقاليد، عندنا واحد المبادئ، عندنا واحد الثقافه كنحافظوا عليها. يعني ما يمكنش تنوض تنسبها لك، ما يمكنش تنسب عليك طاجين والقفطان والزليج والتاي شي امور ديالنا. هذه راها مغربيه خاصها تحترم من طرف الجزائريين، وحنا لكم منا كل الاحترام والتقدير والاخوه واليد الممدوده. هذه ربما في المدرسه ديالكم يقدروا يقول لكم بان احنا اعداء، بان احنا يهود. الامر ليس كذلك، وتبين بان الشعب المغربي كيحب الشعب الجزائري وكيحب المسلمين. احنا ديما كانت اليد ديالنا ممدوده وكنتعاملوا مع كل شيء. هذا كلام نابض من القلب. الاخوان الجزائريين حنا كنديروا هاد الفيديوهات ديال السخريه عندها واحد النتيجه، والناس العقلاء، الناس الراشدين راه غاديين يفهموا بان هاد الفيديوهات اللي كيديروهم المغاربه تجاه الجزائريين، كاين البعض من طبيعه الحال اللي عنده واحد الرياكسيون مختلفه علينا، ولكن راه كاين واحد البارت واعيه كبيره كتناقش الامور وكتحللهم بواحد الطريقه سليمه تجاه الاخوان ديالنا او الاشقاء ديالنا الجزائريين. نتمنوا هاد النزاعات تسالي وتسالي هاد الكراهيه، ولكن راه مع للاسف مع هاد الطريق اللي شادينا، هاد الكابرانات، هاد النظام ديالكم راه صعيب بزاف، صعيب علينا كمغربي. انا كنتكلم كمواطن مغربي، صعيب عليا بزاف لان كنشوف هاد الهجمات وهاد البنين المغربي، يعني بحال اللي باغي تحطم البلاد. وهذا راه مستحيل. نتوما عارفين المغرب كيدير، عارفين القدرات ديالو، القوه ديالو، راه مستحيل باش غتنوض واحد النهار وتشتق المغرب وتقسموا وتشتت المحيط. ما يمكنش. الفيديوهات السخريه اللي كنديروا راه باش ننبهوكم، باش نفيقوكم، باش نقولوا بان هادشي خصو يسالي. هذا هو الهدف ديال المغربي، حيت المغربي في القلب ديالو ما كاينش الحقد. المغربي القلب ديالو مبني التشارك والتعامل والتعاون وهو اليد في اليد، وكيامن بان الخير مع الجماعه، مع التلاحم، ماشي مع التشتت ومع الشتم ومع الحرب ومع. يعني المغربي واصل هذا البوينت. وهذا نتمنى هذا الميساج يوصل للبارتي الصالحه ديال الجزائر. من طبيعه الحال غينوضوا ناس يبداو يعيروا مروكي كذا طا هذوك ما خاصناش نتسوقوهم، لان هذوك مرفوع عليهم القلم ساكن، ما غاديش يوصلوهم شي معلومات ولو باش ما باي طريقه شرحتيها له. حيت شفتهم انا في اللايفات كيفاش كيتعاملوا، يعني ما عندهمش واحد الروشت كيتعاملوا به، كيتعامل عا كيشيروا بحال تبون، عا كيشير، ما عندوش هو، ما عندو كاسار، فهمتي؟ ما تيفكرش العواقب اللي كتجي من بعد، وما كيفكرش بزاف د الامور بطريقه مسؤوله. كنشكركم اخوتي وكنحييكم. تحيه الاخوان الجزائريين والمغاربه من هذا المنبر من مدينه نابولي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.